بغيت نجي لكندا وخفتي فلتوا ليا الدراري من بين يديا وما يترباوش مزيان، وخفتي يتعلموا شي حاجه ما مزياناش في المدرسه، وخفت الكندا تدي لي ولادي. حيت كلشي تيقول لك راه الا جيتي لكندا راه غيديو لك ولادك، الا جيتي لكندا راه ما يترباوش ولادك مزيان. واش الا بقيتي في المغرب غيترباو ولادك مزيان؟ واش الا مشيتي لميريكان، واش الا مشيتي للسعوديه واش غيترباو ولادك مزيان؟ التربيه ديال الاولاد ما عندها حتى شي علاقه بالمكان اللي هما فيه. كاينين شي امور اللي كيأثروا، كاين المحيط كيأثر، كاين المجتمع تيأثر، ولكن كيف قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يعني التربية تكون ديال الوالدين. إلا كانوا الوالدين عندهم المراقبة الجيدة لوليداتهم والمتابعة، إلا تعلم شي حاجة في الزنقة، أنا ما تنهضرش على كندا، تنهضر على كل شيء، المغرب ولا كندا ولا أي بلاصة، المتابعة مهمة. علاش؟ لان الوليدات سواء كانوا في اي بلاصه في العالم، الا ما كانتش المتابعه راه تيتعلم داكشي اللي في الزنقه وتيبقى عنده كوم اكي، تيبقى هو داكشي اللي باني عليه حياته. ومن بعد كيبدا يتعلم اشياء خايبه، يقدر يتعلم اشياء زوينه، يقدر يتعلم اشياء خايبه. وبالتالي عدم المتابعه ديال الاطفال هي اللي كتسبب المشكل الرئيسي، سواء في كندا او لا في المغرب او لا في اي بلاد اخرى. هنا في كندا التربيه ديال الوليدات راه عندها علاقه بالوالدين اول حاجه، لان اكثر وقت كيدوزوه معك في الدار. المدرسه راه تيدوزو غير من الصباح حتى ل3 العشيه، ما تبقى بقيه الاسبوع والعطل وهذا راه كلشي كيدوزوه مع الوالدين. اي حاجه كيتعلموها في المدرسه ولا كيشوفوها في المدرسه راه تيجيو تيعاودوها في الدار، وملي تيجيو تيعاودوها في الدار راه هنا فين تيكون التوجيه. كندا راه ما يجيوش يديو لك ولادك من الدار. كاين واحد لو سيستيم ديال الا كانوا الدراري معنفين، الا كان الاب والام ديما تيضاربوا تيتخاصموا، خصوصا الجيران الا كانوا كيسمعوا، راه كيجيو يدخلوا اصحاب الشؤون الاجتماعيه كيتسموا لي ترافايور سوسيو. ترافايور سوسيال كتجي عندك حتى للدار باش تشوف المشكل فين كاين، وما تيجيوش يديو لك ولادك هكاك. الا كان شي مشكل كبير فعلا، تما فين كيقدر يطرا هذا الاحتكاك، بان الوليدات يتعرضوا لهذا الخطر. ولكن الا كانوا الدراري تعيشوا في واحد العائله سليمه نفسيا، الاب والام بخير وعلى خير، راه تا هما تعيشوا بخير وعلى خير، ما كاين اللي غيجي عندك. انا عندي وليداتي هنا الحمد لله بخير وعلى خير، واي حاجه كيتعلموها كيف قلنا في المدرسه ولا في الزنقه راه تيجيو تيقولوها في الدار. وهنا فين كيجي المجال ديال التصحيح. ثانيا هو الوليدات ضروري حنا مسلمين الحمد لله، خاصنا نعلموهم القران، نعلموهم الصلاه، نديوهم معنا المساجد. الحمد لله راه كندا راه فيها المساجد في جميع المدن تقريبا اللي كاينين فيها، راه كاينين المساجد. وبالتالي لا ديتي معاك ولدك للجامع وتشوفوا الناس، تشوف الناس كيصليو، وعطيتي لولدك من وقتك وعطيتي لبنتك من وقتك، راه هذا شيء مهم جدا. تعلموا القرآن، تعلموا اللغة العربية، تعلموا الأدعية، من يبغي ينعس الأدعية، من يفيق إلى آخره. تربطوا بالثقافة ديالو، ربطوا بالثقافة ديالو، قول له أنا راه كنت حنا راه كنا جايين من أرجينا من المغرب، وراه الثقافة ديال المغاربة كيفاش دايرة. وبالتالي ما تخليش ولدك يندمج في الثقافه الكنديه. وديما علموا الفرق ما بين هذه الثقافه كنديه، هذه ثقافه اسلاميه، باش يعرف ان راه حنا تابعين للثقافه الاسلاميه. وريه الحلال والحرام، هذه حلال هذه حرام هذه حلال، خصوصا في المأكولات. بالنسبه لنا مثلا حنايا كنبغيو نشريو شي حاجه تنقلبوا ضروري الجيتيكات ونشوفوا واش كاينه شي حاجه حلال، والوليدات كيعرفوها، نشوفوا شي حاجه واش حلال ولا حرام، وبالتالي تيعرف تيقول لك لا هذه حرام ما ناكلهاش، هذه حلال ماشي مشكل الى اخره. دونك هنا راه المراقبه والتربيه ديال الوالدين. الاشكال عند من؟ الاشكال عند الناس اللي ما بغاوش يبذلوا مجهود، ما باغينش يبذلوا مجهود في التربيه ديال ولادهم. وبالتالي هذا الشيء راه ما كيطراش غير في كندا، راه تيطرا حتى في المغرب وفي اي بلاد اخرى. راه كتلقى وليدات منفلتين، كتلقى وليدات تاثروا بالمثليه الجنسيه، هذا الشيء في بلاد الاسلام كاع. كتلقى وليدات تاثروا بالفساد، وتاثروا كاين من الوليدات اللي تيوليو كمي، وكاين الوليدات اللي تيوليو مع مرور السن ومع عدم اهتمام الوالدين راه الدري تيخرج للطريق. للأسف الوالدين هما الأساس، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش لك المجتمع، ما قالش لك الأساتذة، ما قالش لك الأصدقاء، قال الوالدين. علاش؟ لأن الوالدين هما اللي تيقوموا بعملية ديال التصحيح في الأول وفي الأخير، هما اللي تيوجهوا. وجهتي مزيان، عطيتي ولدك الوقت، ربحتي ولدك. ما وجهتيش مزيان، ما عطيتيش الوقت، اهتميتي غير براسك باشيائك الشخصيه، راه غادي ينفلت لك ولدك من بين يديك. كيف كنتي في كندا، كيف كنتي في بلاد اخرى. ونتمنى للجميع التوفيق، والله يصلح وليدات جميع المسلمين، وتبارك الله عليكم.